الوجع مش دليل حب. احنا ليه بنقلق لما العلاقة تبقى هادية؟ يا جماعة خلينا نسأل نفسنا بهدوء. احنا ساعات ما بنغلطش في الحب، احنا بنغلط في تفسير الإحساس. لما العلاقة تبقى هادية نقول فين الشغف؟ فين الإحساس القوي؟ وننسى ان الهدوء مش فراغ، الهدوء أمان. خلينا ندي مثال بسيط. نكون في علاقة ما بنراجعش كل كلمة، ما بنحسش اننا تحت اختبار طويل طول الوقت، نضحك ونكمل يومنا عادي فنفتكر ان الحب قل، مع ان الحقيقة ان الجهاز العصبي اخيرا ارتاح. الوجع ده احساس قوي، بس مش كل احساس قوي بيبقى حب. التغيير مش ضربة حظ، التغيير ممارسة، وممارسته احيانا اننا نعيد تعريف اللي بنسميه حب اصلا. وخدوا القاعدة دي معاكم، لو جسمكم هادي في العلاقة ده مؤشر امان مش نقص شغف، ولو القلق بيختفي يبقى في حاجة صح بتحصل. النهاردة بس لاحظ واكتب لنا، علشان احنا بنقرا كومنتاتكم وهنرد عليها. خلطت التوتر بحب مع مين؟ او الوجع كان شغف مع مين؟ كنت تحت اختبار مع مين؟ اختاروا واحد بس. قوتنا في خطوتنا.